سي محمد، هادي البلاد راهي زباله كبيره ولات، راهي مزباله كبيره. راهو الناس ما قادريش تعيش، ما قادره تاكل، ما قادره تشرب، ما قادره تعيش براسها مرفوع، الدل، العار، الوسخ، البنيه التحتيه ما كانش. راهو كارثه. بطبيعه الحال من بعد الانصار يبداو بعضهم يرفعوا شعارات ضد الاوضاع الاجتماعيه اللي راهم عايشينها. كيفاش لا؟ والطفيل قتلتوه، يعني راه حكاك مسكين 23 سنه، 23 سنه ما خليتوهش في حاله، راح يشوف ماتش الصباح. على بالكم وليدات صغار، راني ما نقدرش نوري الصور باسكو المنصه يبعثونا لجهنم. وليدات صغار وتعرضوا، على بالك خرجوا مشوكيين تحت الصدمه الوليدات مساكن، باسكو كاين اللي حط روحو راه في. نتوما ما فهمتش علاش في الجزائر تدي ولادك للصطاد، انت حط روحك في شيكاغو ولا حط روحك وين انت؟ راك مع حيوانات، راك مع همج، راك مع نظام يبعث لك الجيش باش المفروض انك كي تجي داخل الملعب وتلقى الدرك الوطني اللي هو تابع للجيش، ترجع انت وولدك للدار اصاحبي. مدخلين ولادهم للصطاد مع النظام تاع عرايه. هي بيان سور يصرى فيه اللي يصرى فيه. جماعه قبل ما نفوتوا القضيه تاع هذه تاع زياش هذا والقضيه تاع اسرائيل وكلش، نديروا فاصل شويه، نخفوا شويه الجو. راكم تشوفوا قتيله، ضرب، قمع، تكسار. انا قلت نلطفوا شويه الجو ونروحوا نشوفوا ايطاليا والموضه والفاشن، بدلوا شويه الجو صاحبي، نحكيو غير سياسه حنا. هيا بسم الله. هي You're a fucking champion. Yes, thank you. You deserve that gold. Amazing. There are some. ايمن خليل انفيتي. انا ما فهمت برك الصوت اللي داروا صاحب الفيديو هذا مرة وما ديروش هكا جدك، حيرني. You're a fucking champion. سمعتوه ولا ما سمعتوش؟ صوت الصراحة، سامحوني يا جماعة اني غلطت في ما كنتش شايف. اني قبيل عرضت الفيديو بصح نسيت، تالمو عجبتني اللبسة صراحة. كنت حاطو ذكر اوفا ما على باليش السي. المهم كنت حاب ندير فاصل اشاري، الله غالب غلطت في الفيديو. واش راح ندير؟ راهو فاصل مي يطرح واحد التساؤلات، عديد من التساؤلات. راني ما قلت والو، راني برك انا سمعت باللي كاين حدث مرتبط بلا مود، على بالي بدا بزاف هنا ما يهتموا بالمواضيع هذه. كانت الانباء وقناه الجزائر بركه ولا بلا تاع الصفعه هذه راهي علامه مسجله. الصفعات راكم يديها النظام الجزائري، وانا دائما صفعه من عند اليابان، صفعه من عند اندونيسيا، صفعه من عند الصين. خليونا الكلمات تاعنا درك. انا واش نولي نقول؟ احترموا رواحكم شويه صاحبي. قال لك الدولي المغربي حكيم زياش يوجه صفعه مدويه للمخزن. الله اكبر. على بالك شوف كي خلصوا مع الفنيدق، هذيك الفنيدق داروها من الزوايا كامل، جابوا صور من تيمور الشرقيه، من تيمور الغربيه، من تيمور في القطب الشمالي، من غرونلاند هذيك، من الدنمارك، جابوا صور منين يلقاو حشود يجيبوا الصور هذيك ويقول لك راهي في الفنيدق من عند المخزن. المهم شافوا راه جيت لومبيدوزا، ما حبش يروح لاسبانيا، قال لك يحكموه لتم. ولي العهد غرق مسكين، كان داخل من الفنيدق. انتم اللي كنتوا في الفنيدق ما على بالكمش باللي ولي العهد كان معكم. غرق، الله يرحمه ويوسع عليه. واش راح نديروا؟ الله غالب. مسيرات كبيره خرجت. الشعب المغربي
طالب بالجمهوريه وجاب الجمهوريه والملك هرب. ماشي أوروبا الطاهر، أوروبا محمد السادس، بقى فيها غير ولي العهد. انا شتي صراحه عميل الحسن الثاني هو الله يرحمه ويوسع عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. ودوك انا شكون يخلصني؟ راحت العائله العلويه، النظام سقط. القجع راهو في الحبس هذاك تاع مكناس تحت الارض، هو وبوريطه راهم جيران، الزنزانات تاعهم مع بعضهم، ولا راهم في صاله وحده تقول اخر الاشاعات. المهم هذيك من واش زياج، والدليل جريدة الشروق. انا ما كنتش مصدق بصح من بعدا هذه راهي قبل ما يصرى الانقلاب. قال لك محمد السادس مذعور، أكثر من 100 مظاهرة خلال 24 ساعة لإسقاط التطبيع مع الصهاينة، مسؤول سامي بوزارة الداخلية المغربية. هكذا يوظف نظام المخدرات لشراء دمم الأوروبيين. ورقة الهجرة لإدارة العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا. زياش ينتفض ضد خيانة الملك للقضية الفلسطينية ويهز عرش المخزن. عار عليكم دعم الإبادة أيها المغاربة، حافظوا على أصواتكم عالية. يجدك والله ما كنت على بالي بالقصايص هادو كامل. انا المشكل تاعي نتبع برك، انا يبعثولي، شوف انا يبعث لي القجع ما هضر، كنتش على بالي بلي الشيء هذا كامل صاري في الجهه الاخرى. كارثه يا جدك هادي كامل دارها زياش اسقط. ما كناش على بالنا يا خويا. انا دوك نشوف مع فخر الدكه يدير لنا شي تغريده نطيحوا النظام الجزائري. ماشي تغريده، ستوري وحذفها. ستر ربي ماشي الزلزولي اللي دارها. فخر الدكه تاع المغرب دار تغريده طيح المخزن. لو كان هذاك مرابط ولا هذوك تسمى الناس اللي يلعبوا في النوادي تاعهم، ولا لو كان حكيمي ولا لو كان راهو طاحت الانظمه العربيه مجتمعه. كش واحد عنده خيط مع محرز مع فخر الدكه، فخر الدكه الجزائري. دوك لازمني نقول الاسم باسكو كاين زوج فخر الدكه. اي هذا فخر الدكه تاع المغرب قال لهم غاضوهم مسكين الجرائم تاع اسرائيل ضد الفلسطينيين، وقال لهم الانظمه هذه المطبعه بما فيهم الحكومه تاع بلده. قال لك والله عيب عليهم، عيب وعار عليكم. مشكل ناصر القضيه الفلسطينيه هذا، انا رحت نشوف، انا كنت حطو عايش في غزه. السيد عايش في تركيا عند ارطغرل، ويصور في ملايين الدولارات من عند ماشي فينرباتشي، غلاطا سراي. المهم بحالها ماشيه، ملايين الدولارات طايحين. خصي خونا تنفخ. قال لك القضيه الفلسطينيه وكيفاش ردوا الانظمه ويدعموا اسرائيل وعندهم علاقات والتطبيع. تركيا على بالك ما عندهمش سفاره اسرائيليه في تركيا، ما عندهمش 3 قنصليات، ما عندهمش واحده من اكبر البعثات الدبلوماسيه الاسرائيليه في العالم، ما عندهمش 7 ملايير من الدولارات تاع مبادلات بين اسرائيل وتركيا. اللي يحب يلعبها راجل انا ما عنديش مشكل، تلعبها راجل اوكي، قادر نرفع لك القبعه، بصح تكون راجل جيسكو بو للاخر.
هضرت على الأنظمة المطبعة، احكي على البلد اللي راك عايش فيه وتتقاضى منه ملايين الدولارات. هذاك فيه الخبزة. المنتخب راك تلعب لوجه الله، كيعيط لك راس لافوكا تروح تلعب وتجي مروح، ما كانش مصروفه مليحه ابار لي بريم هذوك الصغار. بصح مع في تركيا ملاح الدراهم تاع تركيا. بوب تركيا ماهيش مطبعه، تركيا ماهيش خائنه. والله دي مليحه. دركا عادوا دوك حنا ما كفاوناش المرضى العقليين اللي نضلوا نتعاملوا معاهم، يزيدوا دركا يدخلوا هادو العرايا تما لعب تاع بولا، بقى في البولا تاعك حبه حمص في الراس ما عندكش اصاحبي. جاي تعلق على مواضيع كبيره منك والقضيه الفلسطينيه، ولا علق لي على تركيا ولا نصفق. علق لي بصح على تركيا، هضر على اردوغان. وانا كنت عارفوا الموقف تاعي، انا بالنسبه ليا مصالح بلدك هي الاولى، ومسحها ودار ستوري هذيك ومسحها، لو كان غير جا دار غاز للاخر. ومراد كاين بلادك غلق فمك. تهضروا شمال افريقيا، لو كان تروحوا تطلعوا عليه اسكو دار هذه القضيه ولا هضر ولا كيصراو امور ولا كيصراو الفيضانات هذوك الاخرين. جو مو دوموند لا كان هضر ولا كان ترحم على الناس اللي ماتوا في طاطا وفي الاقاليم الاخرى، باسكو هادو يضلوا يهضروا ميم تاوعنا يخي صراو الفيضانات في بشار. كش ما تلقاو مثلا فخر الدكه ولا يدير لك ستوري، يديروا ستوريات غير على فلسطين وباش يتجروا باش يديروا التجاره. انا الوحيد اللي نحترمه هو محمد صلاح، هذاك يضلوا يسبوا فيه ماهوش سامع بهم. فخر الدكه هذاك نهار جا الكريسماس دار لهم تصويره شغل غزه تحترق والناس يفتخروا يحتفلوا بالكريسماس. من بعد الزوجه الكريمه ولا ما على باليش شكون اللي معاه، إلا بيبليي فوتو هو قاعد يحتفل بالكريسماس. قذاره تجاره هذه تاني زياد ضل تلقاهم قذاره في قذاره، من بعد يجي يعطي دروس للناس. اغلق فمك، دي ملايين الدولارات تاعك في تركيا وسكت. تهضر على اردوغان قسما بالله ما تزيد تبان يا تكون شكون تكون. روح هضر على اردوغان يداز ضرب ضربه في غلاطا سراي ولا في تركيا. يهضر على بلادو اللي ما عندهاش سفاره اسرائيليه، وما يهضرش على اللي عندها اللي راهو عايش فيها ويدي منها الاموال تاعو وعندهم سفاره وقنصليات. شراك الفم. merci beaucoup pour ton commentaire. واحد قال لي en quoi les déclarations de Ziyech peuvent t'interpeller, on comprend mieux ton allégeance, je pense il dit à المخزن. j'ai une allégeance. لا انا عامل المخزن، هذا الامر مسلم به، هو مسلم به. بصح درك نقول لك علاش راني نتكلم. النظام الجزائري اللي مداير القصه هذه كامل على هذا فخر الدكه المغربي، دار قصه وتقارير. انا برك حكمتني الغيره، درك نقول لك اون كوا سا مانتيغاس. انا غرت صاحبي. علاش؟ باسكو انا دوك عندي ايام وكاين ملايين راهم يستناو. انا حبيت برك تعليق على هادي. معليش حكيو على زياش، ديروا رايكم. على بالنا باللي في النظام الجزائري ما كانش الرجال، لقاو رجل مغربي رغم انه اقدر ما انجبت المغرب تخبى وراه. تسمى اقدر ما انجبت المغرب يعتبر رجل بالمعايير تاع النظام الجزائري. اوكي ديتوه تخبى وراه، راكم لقيتو راجل تخبى وراه، والتصريحات تاعو عجبتكم ومنا والمواقف وكلش بصحتكم. على بالي ما عندكمش حتى راجل في النظام كامل. دونك كان ماذا بيا فقط تعلقوني انا على قضيه BGR جروب. هديه وحده لا تغلط عليه، روح انت وهو بعد ديكاج. انا تعرفني اللي بدا يتجر بالقضيه الفلسطينيه ومنا ما عندي حتى احترام ليه،
وزيد يعطي النظام الجزائري طاحت له من السماء كشغل هديه، تقول عميل تاع المخابرات يجدك الجزائريه طاحت عليهم من السماء. انت الفلسطينيين راهو يجيو نهار جابوا فلسطيني يسب فيك في بلادك او اللي يهضر راهو بالك مغربي قال لك ما تغلطش في زياش. قذاره واش قذاره، احكي على بلادك. فلسطين 4000 كيلومتر ترحم لو كان الضحايا والله روحوا شوفوا. جيمغي بيان دايوغ الناس تشوف اذا ترحم على الناس اللي ماتوا في الفيضانات ولا لا كان دار عليهم 20,000 سطوري. فلسطين كل دقيقة أو فلسطين أو غزة أو كذا، أم ماتوا أم داروا أم الحكومات مشيت زيد ما نحترمش واحد ماشي راجل ما نحترمكش. كي تكون راجل تهضر على أردوغان وعلى تركيا ذاك الوقت أوكي. وزيد اللي يقدم هدايا للنظام الجزائري أو قلت لك ما عرفوا منين طاحت عليهم في الليلة. شوفوا في الليلة تاع القضية هذه تاع BGR جروب وبداو شخصيات بزاف يهضروا على الموضوع يعني خارج المنطقة تاعنا. يقول لك واش النظام هذا يعني الناس اللي متبنيين القضية الفلسطينية يقول لك كيفاش النظام هذا الجزائري ويقول لك فلسطين وظالمة أو مظلومة. خرجت لهم هذه تعزياش علاش هما داروا القضية هذه كامل الهيلولة هذه الكبيرة عليها. الهيلولة دون لو كونتكست رانا نهضروا على إسرائيل ساتون بيان. علاش داروا الهيلولة هذه كامل؟ لأنه باش يغطيو على الفضيحة الكبرى تاعهم. جاتهم قلت لك كي شغل هدية من السماء. BGR جروب هادو اللي تعاقد معهم النظام الجزائري شركة تاع لوبيين أمريكية ارتباطها إسرائيلي مباشرة، ارتباط عضوي مع إسرائيل، كبار المستشارين فيها إسرائيليين. ونزيد لكم على واش قلت المرة الماضية، سي بون اني التاريخ كان بالمقلوب حيرني التاريخ فقط طاني عليها بقيت نشوف. BGR Group supports the people of Israel. BGR Group اللي تعاقد مع النظام الجزائري هذا عنوان في الموقع الرسمي تاعهم. هذا كنا نقول لكم هو ماشي العنوان هذا هو الأهم. BGR Group تدعم شعب إسرائيل، شعب دولة إسرائيل. ومن تحت وش مكتوب؟ BGR Group has donated to Megan David Adam to support victims of the recent terror attacks. قال لك بأنه هذه BGR Group تبرعت، ما قالوش المبلغ المالي اللي هو أكيد مبلغ كبير، لدعم الضحايا تاع العملية الإرهابية تاع 7 أكتوبر. هذيك هما سموها العملية الإرهابية. هادو هما اللي بوقادوم وزير الخارجية الجزائري الأسبق وسفير الجزائر في واشنطن اليوم أبضى معاهم عقد بقيمة 720,000 دولار. والناس اللي يقول لك هذيك خطرة خرطي، روح وزارة الخارجية الأمريكية Department of State هما نفسهم، لأنهم هما ملزمين بنشر الوثائق. هذه قضية قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية. جماعات الضغط واللوبيين راهي قضية يعني مقننة. انت من بين جماعة الضغط يعني ما قدرتش تروح تتحقق من الناس هادو، يعني الناس اللي مطبعين ولا أقاموا علاقات مع إسرائيل داو مصالح ويدعموا القضية الفلسطينية. رانا شفنا في رمضان، راني دايما نذكر بها، شهر رمضان من أنقذ الغزاويين من المجاعة اللي كانوا يعيشونها هم الإمارات. أول واحد لأنه الحجم تاع المساعدات كان كبير. المغرب اللي فتحوا عبر تواصلهم مع إسرائيل خط بري عمره ولم يتم استعماله من قبل. مصر والأردن اللي داروا إنزالات جوية كبيرة. دونك الدول التي عندها علاقات مع إسرائيل هي الدولة التي خدمت القضية. والدولة التي ليست مطبعة اللي هي الجزائر، إذا كنا نقدروا نسميه بلدنا اليوم دولة، قدمت 720,000 دولار تقريبا لإسرائيل مباشرة باش الصواريخ درك والرصاص هذاك اللي يطيح على الغزاويين من عند الجزائر على الأقل فيه لمسة جزائرية. هازي شنو كان دير لنا تعليق على الموضوع هذا؟ هاي الجزائر ماشي مطبعة. دير لنا تعليق على الموضوع هذا الرويجل
اللي ما تقدرش تهضر على تركيا. ماذا بيا دير لنا على الاقل مادام النظام الجزائري يتبع. الناس اللي عندكم الصفحه تاع زياش اكتبوا له بي جي ار جروب من بعد يدير لنا تعليق ان شاء الله. ماذا بيا يا خي رويجل روح جوسكو بوا ويتبعك النظام الجزائري، راه السطوريات تاعك يتبعوا فيهم ليل ونهار. هيا الرويجل دير لنا ستوري باش تولي راجل، قول علاش هذا النظام الجزائري في عز هذه الجرائم اللي ترتكبها اسرائيل ضد غزه، كيفاش يروح النظام الجزائري يدير عقد مع بي جي ار جروب. دير هدا الرويجل، دير لنا هدا مليحه باش يشوفوا النظام الجزائري. انا ما قدرتش نوصل صوتي، الله غالب. عاوننا انت راهم يتبعوا فيك، انت راه من التغريده الستوري تاعك راهم دايرينها موضوع تاع نقاش يومي. هيا رويجل بوان كوم، اي دير هدا في حياتك على الاقل تدخل في التاريخ عوض انك تدخل بالعار. راهم درك راهم على بال كل ستوري انت ديرها في الثانيه، ديك ستوري خي حذفتها انت درتها وما كابتوراوها، ديرها ونحيها. هادي دير برك بي جي ار جروب. ها واش تقدر تقول بي جي ار جروب، هاي تجيبها من الموقع تاع بي جي ار مباشره، ديرها هكا وحطها لنا في ستوري وقول فقط كيفاش هذا النظام هذا الجزائري. مادام حكيت على الحكومه تاع بلادك زيد حكي لنا عن النظام الجزائري، وقلت الحكومات العربيه. الحكومه الجزائريه مش مطبعه بصح رسميا، بصح راهي دارت القضيه هذه. انا ماذا بيا، انا عييت صاحبي، الريق ما بقاليش، نشفت ما سمعوش، ما حابينش يردوا. هذاك الوقت اقسم بالله غير تشوف نعتذروا منك، ما كانش اللي ما يعتذرش. انا اول من نعتذر منك، نقول لك انت راجل ماشي رويجل. هذا هو الفرق بين الراجل والرويجل. الراجل هو اللي يروح كي يبدا كي يتاخذ قضيه يروح للاخر، ماشي يدير يجبد هك ومن بعد لما يخمم في المصالح تاعو ومن بعد منا ومن بعد تركيا ما نهضرش عليها. يا صاحبي انت راك وليت تدعمنا في النظام الجزائري، دوك خاصنا غير انت، دوك خاصنا غير اللاعبين تاع كرة قدم يوليو يدعموا النظام الجزائري، هذاك ما بقى لنا. نحن في الانتظار ان شاء الله. ما تعرف بعدا راني قلت لكم بي جي ار، بي جي ار، اكتبوها له في التعليقات بي جي ار جروب وشوفوا واش النتيجه ان شاء الله. مع نوصلوها برك 450,000 سيتو ماشي ولا 450,000 500,000، ونبداو نفتحوا المجال للمداخلات. اللي عنده كلمه يقولها معنا يتفضل مشكورا بانه يدير الطلب تاعو من تحت. وش بها تونس يا ودي؟ تونس خليها في حالها صديقي. ها تونس انت راهم يعانيوا مع انصار النظام الجزائري، يروحوا عندهم يسبوهم في بلادهم، يجيو للجزائر يديروا فيهم المنكر. هاو على بالنا تونس شويه عندهم الفرفاره هذيك تاع فلسطين وكلش، خليهم في حالهم مساكن. والله انا غير التوانسه ما نقدر نهضر عليهم صراحه، ما الله ربي يكون في عونهم الله. بلاك ربي بالنظام الجزائري وبلاك ربي بانصار النظام الجزائري يدخلوا لبلادك باش يسبوك في بلادك، وانت راك قايم بيهم وتستقبلهم وعطي لهم نفس من المزبله هذيك الكبرى المسمات الجزائر ويزيدوا يسبوك. نسينا ولو انه الفرشيطه راهي ورايا، تبقى فرشيطتي سر سعادتي. كاين ناس تقلقهم الفرشيطه، وانا الحاجه اللي تقلق الناس تبقى لهم شويه في الفرشيطه تاع هذه، تبقى لهم في الحلقه هنا، على باليش علاش. عندهم اشكاليه كبيره معاه. لو كان دير لهم هذاك العالم هذاك تاع الملون هذاك يعجبهم الحال، بصح دير لهم الرمز تاع الهويه الامازيغيه يقول لك بوب علاش دير لنا في الرمز تاع الهويه الامازيغيه؟ ايمان خليف يدعموه، بصح الرمز تاع الهويه الامازيغيه رد بالك.
هذاك زياش ريفي لا ضرب فيه راسو يجد. لا مضروبين في راسهم هادو الناس، ما فهمتش منين طاحوا علينا القوم هادو. ريفي ايه ريفي هضرنا شويه على التاريخ. زناتي اوكي هضرنا شويه على الاصول، على شمال افريقيا. ما قاريش هو دوك اللعب تاع كرة القدم تبقى في الاطار تاعك. كرة القدم غلق فمك. شكون هو اللاعب تاع كرة القدم اللي عنده قلال تلقى مثلا راس لافوكا جوستومون انسان تلقى عنده مستوى، مام كي كان لاعب كان انسان عنده في الراس. تلقى بلاك لاعبين هكا عندهم مستوى دراسي. كان فان نيستلروي واحد الوقت، فان نيستلروي جو كخوا سيتي ان انجينيور ولا ميدسان ولا المهم عنده باك بلس 5 ولا باك بلس 7. كاين ناس يقدروا يهضروا في مواضيع اكبر من كرة القدم. بصح كاين ناس كيما زياش صديقي. انت الوصفه تاع البسطيله لو كان تحكي عليها راك تخلط الحاله. الوصفه تاع البسطيله وما عندكش المستوى الفكري باش تحكي عليها صاحبي. جاي تخلط في مواضيع كبر منك. وانا قاعد نقول له حكي لنا على بي جي ار جروب. شوفوا كش واحد يبعثها له ويقول له او ما يفهمش او قادر ينشرها. شوفوا بعثوها له من بعد لا كابتور، بالك ينشرها هكاك وبغل، بالك ينشرها وديما نوصلوا الصوت للنظام الجزائري كش ما يرد على الفضيحه هذه. بقى ما عندكش حبه حمص في الراس، بقى وين راك؟ كشغل هذاك تاعنا هذاك مول البيضه كيفاش سمو سنا تيك توك راهو يدير لنا في شغل هذاك مول البيضه بالليلي واللي يحكي على العلاقات الجزائريه الماليه ووقف مالي العمل باتفاق الجزائر. صاحبي الناس ما عندهمش حبه حمص في الراس. ما كفوناش المهابيل زدتوا لنا نتوما. هادي زدت فيها شويه تاع بالليل يحكي على اتفاق الجزائر والله ما جاياش. زياش كان كان باين ميور جوار فخر الدكه كيما فخر الدكه تاعنا. واش في تشيلسي كان يضل في الدكه، منين نطلع عليه نلقاه في الدكه تاع تشيلسي. كان فخر الدكه تاعنا في السيتي وخوا فخر الدكه في السيتي وفخر الدكه في تشيلسي. والله الطوب كاين غير محمد صلاح شيكور صراحه. نو دياز سي ان اوتر نيفو. دياز حاجه اخرى. دياز سي اوتر شوز. دياز مستوى جو بونس عنده بعد سازفوا باللي كبر في اسبانيا سي اوتر شوز ماشي كيف. انا وصلنا ل 450 ألف. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس سي الشوقي؟ والله انت دائما نطيح فيك ندير العلامات بزاف تلعبها لي. انت اللي مداير دياز 31 دياز. ديما ندير دوموند وما نطلعش عندك. اول مره طلعت عندك مش عارف قال ما طلعنيش. قلت مش فهمتش علاش. يا الطوابير راك تعرف في واش كان لا طوابير لا والو. كاين كنز ولا دايرين لا دوموند شحال. استنى تشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ومانيش راح نطول باسكو راح لي النفس صديقي. علاش نتوما تكذبوا؟ نتوما هكاك شغل طبيعه الكذب. لا والله غير قبيله ما كانوش كما درت لك دوموند انا. كانوا يا ربي واحد الكنز ولا هذا وراهم بالك. يبان لي شغل الفرد الجزائري ولا الكذب هذاك اللغو هذاك تاع اللغو برك هكا حاجه طبيعيه ما كانش 12
شوف طلعت قلت لك السلام عليكم نحكوا نورمال، ما قلت لك لا كذب لا والو، في الاولى بديتني تكذب وما كذب. واش كذبت عليك انا؟ الحاجه اللي كذبت عليك انا ما انا قلت لك كاين طابور، انت قلت لي ما كانش طابور، قلت لي كاين 12 شخص راه مطالبين، رحنا شفنا لقيناهم اكثر من 40. قلت لك 15 زدت نقصت لي 3. الله يهديك الشوقي. اي جاتك انت غير في 12 و15 هيا روح صديقي روح. هذا هو الشعب الجزائري، هذا هو. لاباس دوانية. الحمد لله. الحمد لله. فطفيل بارك الله يرحمه مسكين، مي سينو لاباس اللي توفى لي. شكون؟ تاع مولودية الجزائر، انت وين عايش؟ شكون؟ على بالك باللي كاين مناصر مات ولا ما على بالكش؟ المناصر دوكا انت يا مناصر دلو سطاد بالكراسه، الله الله الشتا ما تحكموش الحالات ويروح يكسر الكراسه، هذا واش يحوس. المناصرين هما اللي كسروا الكراسة. شكون اللي كسر الكراسه؟ لا راني نسقسي فيك، كان نسقسي فيك. شوقي دوك انت واحد تدلو سطاط مغطي حاجه ماشي خاصاته، الكراسه كلش كاين يروح يكسر، هذا يروح يكسر الكراسة، لا حول ولا دقيقة نشوفوهم برك وهما يكسروا في الكراسة. استنى نشوفوهم، ركز مليح، شوف مع منا شكون راهو يكسر في الكراسة طراش. راك تشوف ولا والو؟ بعد شويه تليفون جبدو شويه عندك برك. سيدي هاني جبدتها وجبد من الكاميرا، بعد راك تشوف من فوق شكون اللي راهو يكسر ولا لا. شكون هذيك الامن هذاك؟ ايه